الدكتور عبد الحميد النجدي يزعم أنه لن يستشهد إلا من البخاري ومسلم، وليس التقية هذا موضعها الآن. عندما أتكلم مع أخي الوهابي أقول له أن التقية، لا، الآن أتكلم له بكل صراحة وأنقد هذه الآراء، ولا بد أن نمحص هذه الأحاديث كي نتقارب ولا نتباعد. أنا أريد من الأخ أن فقط يناظرني في القرآن وفي مسلم والبخاري، وما عدا ذلك لا أثق بهذه الأشياء التي يأتي بها. أما المشاهدون فهم يعلمون ما في القرآن وما في مسلم والبخاري، وأنا ألتزم له أن لا أحتج إلا بالقرآن وفي مسلم والبخاري. فإذا يتفق على هذه المناظرة فأنا مستعد أن أناظره، وإذا لم يتفق هذه الأحاديث وصرح بذلك الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس والحافظ أبو بكر أحمد بن موسى، وفي تفسير الطبري وفي تفسير الرازي وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي وكثير من أصحاب السنن والتفاسير. لا أين البخاري ومسلم؟ تواتر حديث الغدير كل أولئك قد صرح، وهذا ثابت في تفسير الطبري وفي الصحاح من أهل السنة. أي صحاح؟ خل أكمل لا تكمل. أي صحاح؟ لا تسأليني بعد ذلك، قل لي أي صحاح. أنا أسألك أي صحاح؟ أي صحاح؟ هذه الرواية غير موجودة بالصحاح. هذه موجودة في صحاح في الأحاديث الصحيحة. وين؟ أقول في الأحاديث الصحيحة الثابتة السند عند أهل السنة. وين؟ غير موجودة. منها في تفسير الطبري. طيب. هذا واحد. تفسير الطبري مليء بضعيف. لا هذا بحث آخر. طيب. هذا بس هذا لا تنكر هذه الرواية. نعم. الأمر الآخر، هذا الحديث غير صحيح. الأمر الآخر، أنا ذكرت لك صح عن الإمام مالك، وهناك طبعا غير هذا من الصحاح، ولكن التزمت أن ما سوف أحتج به من الأحاديث في مسلم والبخاري وما أحتج به من الأحاديث، لذلك لا أريد أن أطيل في هذه المسألة. أما في قضية دقيقة، ذكر لي بهذا الالتزام للسادة المشاهدين اللي ما سمعوك امبارح تقول. نعم، الأخوة المشاهدون أنني ذكرت لأخي المناظر البلوشي بأني سوف أحتج بالروايات من البخاري ومسلم، وأذكر الصفحات ومن القرآن الكريم من الآيات الكريمة، وتنازلت عن الاحتجاج بما عندك في كتبك. والاحتجاج لا أحتج بكتبي أولا، ولا أحتج بالكتب الغير المعتبرة من كتب إخواننا أهل السنة. يعني صرح بصحة حديث الثقلين الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 170، وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وكذلك صرح السمهودي بوثاقة رواته في كتاب أين البخاري ومسلم الصفحة 236. عنه أولا ذكرنا له الحديث الصحيح الذي صححه الحاكم والذهبي وغيرهما، وهو قول الإمام علي عليه السلام أن مما عهد إلي النبي أن الأمة ستغدر بي بعده، ولم يجب على حديث الثقلين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد صححه الذهبي والحاكم. أين البخاري ومسلم وابن تيمية وغيرهم ولم يجري. والآن أتي له بحديث، هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 474. وين أنا وين؟ في مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس الصفحة 474 يقول: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال. يسكت وعيد من أول، يسكت ما قاطعته. هل أنت الذي ذكرت أحاديث صحيحة كلها؟ نعم كلها. أغلب الأحاديث التي ذكرتها أغلب لا تقاطع أبدا. ليس عند أحمد، وإنما ذكر آخرين غير أحمد كلهم غير معروفين يعني في نقل السنة الصحيحة، وليته يذكر لنا سندا صحيحا في هذه الرواية، بل هذا كذب وليس الحديث صحيحا عند أهل السنة والجماعة. وقال في البداية إنه لا يستدل إلا في البخاري ومسلم من كتب أهل السنة. كذلك قوله عن المذهب الاثني عشري. ثالثا ذكرنا له حديث الخليفتين إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وقد صححه الهيثمي والألباني والسمهودي وغيرهم ولم يجب.
رابعا ذكرنا له قول النبي صلى الله عليه وآله: علي ولي كل مؤمن بعدي، وقد صححه الحاكم والذهبي والحويني الأثري والألباني وغيرهم، ولم يناقشون قوما يعتقدون أنه رام أن يحرق بيت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستدلون بذلك، يستدلون على ذلك، وهنيئا لكم هذا الاستدلال العظيم يا من تقولون نحن أبناء الدليل وحيثما مالنا النيل. هنيئا لكم هذا الاستدلال العظيم. يستدل بقول حافظ إبراهيم شاعر النيل، وما أعظم قول حافظ بن إبراهيم شاعر النيل. طيب هذه الأحاديث التي وردت في ذلك أحاديث لا تثبت، وهذا الذي تلصقونه بعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو سبة في وجه الرافضة. وأنا تحديت الأخ البلوشي لا أستشهد له إلا من القرآن ومن مسلم والبخاري. وقال قبل قليل